انت عارفة ان شهر رمضان هيدخل علينا بالفرحة انا واحمد. مش هتصدقوا جنس المولود. الفنانة ياسمين عبد العزيز اكدت خبر حملها، ومش طفل واحد يا جماعة. ما تيجوا نشوف كل التفاصيل ورد احمد العوضي، وكمان سخرية كبيرة جدا من زينة بتسخر من حملها. هو في حد بيحمل في السن ده؟ ما تيجوا نشوف كل التفاصيل، وكلنا في الكومنتات نبارك لياسمين، وكمان نشوف جنس المولود. في بداية شهر رمضان كل السوشيال ميديا ضجت ان خلاص عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي مؤكدة وقريبة جدا جدا، خصوصا بعد خبر حملها اللي تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي، واللي اكد فيه ان الفنانة ياسمين عبد العزيز حست بشوية تعب، وما كانتش متوقعة ابدا انها ممكن تكون حامل، وده بسبب العملية الاخيرة اللي عملتها، وقالوا انها اثرت على الانجاب. وبعض الناس قالوا ان ده بسبب كبر سنها، وانها خلاص داخلة على سن ال50، فازاي هتنجب، وان سبب انفصالها عن احمد العوضي هو موضوع الانجاب، انه من حقه يكون اب، خصوصا ان هي عندها ولد وبنت من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة. وسبحان الله عوض ربنا كبير جدا. اكتشفت بعد زيادة كبيرة في وزنها والتعب اللي مر بيها ان احد المقربين منها قال ان الفنانة ياسمين عبد العزيز حامل بالفعل، وحامل في توأم من احمد العوضي، وانهم خلاص خبر عودتهم هيكون قريب جدا، وانهم هيظهروا هما الاتنين مع رامز جاب من الاخر، برنامج رامز جلال بتاع رمضان، وان خبر عودتهم ده هيضج كل مواقع التواصل الاجتماعي قريبا جدا. ولكن تعليق بقى زينة على الموضوع ده كان غريب. بعض الناس قالوا ان زينة علقت وقالت هو في حد بيحمل في السن ده؟ هو احنا هنضحك على بعض ولا ايه؟ وفي اي حد بكده بالساهل بيجيب توأم؟ الموضوع مش سهل كده، ده مفروض ده كلام والسلام. عارفين ان زينة كان ليها دخل في انفصال الفنان احمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز بسبب تواجدها الكبير جدا معاه اثناء فيلمهم الاخير، وان الناس قالوا ان في علاقة ما بينهم. واحمد العوضي بصراحة كان بيعامل اولادها التوأم، ولاد احمد عز طبعا، بطريقة محترمة جدا، ويلعبهم ويجيب لهم حاجات، وكان فرحان بيهم طول الوقت في لوكيشن التصوير. لا ده وكمان كان هو اللي بيطلب من زينة ما تنسيش تجيبي الأولاد معاكي. فعشان كده قالوا إن الخبر بتاع حمل ياسمين وإنها حامل في توأم مجرد فرقعة ومجرد ترند وخلاص، وإن الموضوع مش حقيقة، وإن فعلا الفنانة ياسمين عبد العزيز مش حامل، وإن الكلام اللي صدر عن الفنانة زينة برضو مش حقيقة، وإن ده كل ده دعاية لمسلسلاتهم في شهر رمضان المبارك، وإن حتى الفنانة ياسمين عبد العزيز مش عندها مسلسل في رمضان، ولكن عندها اعلان في رمضان، وانها هتظهر مع رامز جلال هي واحمد العوضي، علشان طبعا يكون في خبر رجوع قريب جدا. في كلا الحالات سواء ياسمين حامل ومخبية او لا، احنا بنتمنى ليها السعادة، وانها ان شاء الله ترجع قريب جدا لاحمد العوضي. لدرجة ان بعض الناس قالوا ان جنس المولود اللي هي حامل فيه ولد، وناويين يسموه حسن، زي ما كان تصدر على اسمهم قبل كده ان هما الاتنين بيحبوا جدا اسم حسن. طبعا بنتمنى ليهم السعادة. انت عارفة ان